فاكر آخر مرة فريقك سجل هدف في الدقيقة الأخيرة؟ مش أي هدف عادي، هدف في وقت هتقول عليه خلاص انتهى كل حاجة، وفجأة الكرة تدخل، صوتك بيطلع من غير ما تحس، جسمك كله بيتحرك من غير قرار واعي منك، وممكن تلاقي نفسك بتعيط من الفرحة قدام ناس أول مرة تقابلهم. اللحظة دي مجرد مثال واحد بس لظاهرة أكبر بكتير، وهي الأدرينالين، الهرمون اللي بيسيطر على جسمك في أي لحظة حماس أو توتر شديد، مش بس في الملعب، لكن في أي موقف حياتك بتحس فيه بإثارة مفاجأة. السؤال اللي هنجاوب عليه النهاردة: إيه اللي بيحصل جوه جسمك بالظبط في اللحظات دي؟ ليه دماغك بيسيطر عليك من غير إرادتك؟ وليه بعض اللحظات بتفضل علقة في ذاكرتك لسنين، بينما لحظات تانية بتتنسى تماما؟ العلم فعلا درس الظاهرة دي بالتفصيل، وهنعرف سوا إيه اللي بيحصل جوه دماغك بالظبط. قبل ما ندخل في تفاصيل اللحظة نفسها، لازم نوضح حاجة مهمة: نفس الهرمون اللي بيتفعل جوه جسمك وانت بتتفرج على مباراة، هو بالظبط نفس الهرمون اللي بيتفعل في مواقف تانية كتير في حياتك اليومية، حتى لو ملهاش أي علاقة بالرياضة خالص. لما بتكون في امتحان مهم وواقف قدام السؤال الأخير، أو لما تكون مستني نتيجة مقابلة شغل، أو حتى لما حد يفاجئك بخبر مهم فجأة، جسمك بيعمل نفس العملية بالظبط. قلبك بيدق أسرع، تركيزك بيزيد فجأة، وإيدك ممكن تعرق شوية من غير ما تحس. الجسم مش بيفرق كتير بين موقف رياضي مثير وموقف حياتي مثير، لأن الآلية اللي بتتفعل واحدة، والاسم العلمي بتاعها معروف باسم استجابة الكر أو الفر، وهي طريقة الجسم القديمة في التعامل مع أي موقف فيه عدم يقين أو ضغط مفاجئ. يعني لو حد قالك: أنا حاسس بنفس إحساس هدف آخر دقيقة وأنا مستني نتيجة مهمة في حياتي، هو مش بيبالغ، ده وصف دقيق علميا لنفس التفاعل الكيميائي بالظبط. أول حاجة لازم تعرفها إن اللي أنت حاسس بيه مش مجرد فرحة بالمعنى البسيط، ده تفاعل كيميائي معقد بيحصل جوه جسمك في ثواني معدودة. لما بتتفرج على مباراة قريبة ومتشدة، وخصوصا في الدقايق الأخيرة، جسمك بيبدأ يفرز هرمون الأدرينالين والكورتيزول، وده اللي بيخلي قلبك يدق بسرعة، وتحس بتوتر جوه معدتك، وتركيزك يزيد فجأة على كل تفصيلة صغيرة في الملعب. الجزء ده من دماغك مسؤول عنه منطقة اسمها اللوزة الدماغية، وهي المنطقة اللي بتتفاعل في المواقف اللي فيها خطر أو ضغط عالي، حتى لو الخطر ده مش حقيقي فعليا، إنما مجرد كرة بتتلعب. جسمك مش بيفرق كتير، وبيتعامل مع اللحظة وكأنها فعلا موقف مصيري. وبعدين في اللحظة اللي الهدف بيدخل فيها بيحصل انقلاب كامل، الكورتيزول والتوتر يختفوا فجأة، ومكانهم بينزل دفعة ضخمة من الدوبامين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالسعادة والمكافأة. المشكلة إن الدفعة دي مش بتيجي تدريجيا زي العادة، هي بتيجي مرة واحدة وبسرعة رهيبة، وده اللي بيخلي الإحساس أقوى بكتير من أي فرحة عادية بتحسها في يوم عادي. هنا نيجي للنقطة المهمة، وهي ليه لحظة زي هدف الدقيقة الأخيرة تحديدا بتحفز جسمك أكتر من أي حماس عادي، حتى لو النتيجة النهائية واحدة. الإجابة بتتلخص في كلمة واحدة: عدم اليقين. لما موقف معين بيكون متوقع من الأول، دماغك عنده وقت كتير قدامه عشان يهضم الموقف تدريجيا، لكن لما الوقت بيكون خلص وفي احتمال إن كل حاجة تتغير في ثانية واحدة، مفيش وقت للشك، القرار بيبقى نهائي ومفاجئ في نفس اللحظة، وده اللي بيخلي جسمك يفرز كمية أدرينالين أعلى بكتير من أي موقف تاني كنت متوقعه بدري. ودراسة علمية اتعملت على اللاعبين والمشجعين في مباريات كبيرة، لاحظت إن الشعور بالإنجاز والتفوق النفسي بيكون أعلى بشكل واضح لما التعادل أو الفوز بيحصل في آخر لحظة، مقارنة بنفس النتيجة بالظبط لو حصلت بدري في المباراة. يعني مش بس إحساسك أنت شخصيا، ده فرق مقاس فعليا وموثق في أبحاث علم النفس الرياضي. ونفس المبدأ ده بيتكرر في أي موقف حياتك فيه مفاجأة مماثلة، سواء نتيجة امتحان أو خبر مفاجئ أو حتى موقف بسيط في شغلك. في سبب علمي تاني قوي جدا، وهو إن دماغك بطبيعته مبرمج يحتفظ بالمفاجآت والأحداث الغير متوقعة بشكل أقوى من الأحداث المتوقعة. لو الفريق بتاعك كان متقدم من الأول واستمر متقدم لحد النهاية، ده متوقع، ودماغك بيتعامل معاه كمعلومة عادية. لكن لو كان الفريق خسران أو بيتعادل وفجأة قلب الموقف في آخر ثانية، ده كسر توقع كامل، ودماغك بيسجله كحدث مهم لازم يتفتكر لفترة طويلة.
ده نفس المبدأ اللي بيخلي بعض الذكريات في حياتك عموما تفضل معاك لسنين، بينما ذكريات تانية عادية بتتنسى بسرعة، لأن المخ بيدي أولوية للحاجات اللي كسرت التوقع، مش للحاجات اللي مشيت زي ما انت متوقع بالظبط. لو لاحظت ان فرحتك بهدف زي ده بتبقى أقوى وانت في مكان فيه ناس تانية بتشجع معاك، سواء في المقهى أو الاستاد أو حتى مع أصحابك، ده مش خيال منك، ده حقيقة نفسية موثقة. الفرحة الجماعية بتكبر الإحساس الفردي، لأن جزء من مخك بيتفاعل مش بس مع الهدف نفسه، لكن كمان مع ردة فعل الناس اللي حواليك في نفس اللحظة. صوت الصراخ، حركة الناس، الاحتضان اللي بيحصل فجأة، كل ده بيضاعف التفاعل الكيميائي في جسمك، وده سبب علمي معروف ليه فرحة المشجعين في الأماكن العامة بتبقى أعلى بكتير من فرحة حد قاعد لوحده في البيت. السؤال ده مهم، لأن مش كل حاجة عن الأدرينالين والتوتر إيجابية بشكل مطلق. صحيح إن اللحظة دي بتديك إحساس هايل، لكن نفس التفاعل الكيميائي ده هو اللي بيخليك أحيانا تاخد قرارات غير منطقية وإنت متحمس، زي إنك تصرخ أو تتخانق مع حد من غير سبب حقيقي، لأن الجزء العقلاني في دماغك اللي بيساعدك تفكر بهدوء بيتراجع مؤقتا في اللحظات دي، ومكانه بياخد التفاعل الغريزي السريع. وده مش عيب فيك، ده طريقة اشتغال الدماغ البشري في أي موقف ضغط عالي، سواء كان رياضة أو أي موقف تاني فيه إثارة قوية ومفاجأة. المهم إنك تكون واعي إن اللحظة دي مؤقتة، وبعد شوية جسمك بيرجع لحالته الطبيعية لما هرمون تاني اسمه GABA بيبدأ يشتغل ويهدي الجهاز العصبي تدريجيا. لو قعدت تفتكر هتلاقي إنك فاكر تفاصيل دقيقة جدا عن أهداف معينة زي ده. فاكر مين كان جنبك، فاكر الصوت اللي طلع منك، فاكر حتى لبسك كان إيه، بينما مباريات تانية كاملة اتنستلك تفاصيلها خالص. السبب إن اللحظات اللي فيها انفعال عاطفي قوي بتترسخ في الذاكرة بشكل مختلف تماما عن اللحظات العادية، لأن الجزء المسؤول عن المشاعر في مخك بيشتغل مع الجزء المسؤول عن تخزين الذكريات في نفس الوقت، وده بيخلي التفاصيل الصغيرة حوالين اللحظة دي تتسجل بدقة أعلى بكتير. وده جزء من السبب إن مشجعين كتير بيقدروا يحكوا عن أهداف حصلت من سنين طويلة بتفاصيل دقيقة جدا، مع إنهم مش فاكرين حاجات تانية حصلت في نفس الأسبوع في حياتهم العادية. في نوعية من الناس مش بس بتستمتع باللحظات دي لما تحصل عرضا، لكن بتدور عليها عمدا وبتحب تكررها كل ما تقدر. دي ظاهرة نفسية معروفة، وعلماء النفس بيسموها البحث عن الإثارة، وهي سمة شخصية موجودة عند ناس أكتر من ناس تانية بشكل واضح، ومرتبطة بطريقة استجابة الدوبامين عند الشخص ده تحديدا. الناس دي مش بالضرورة متهورة أو مش واعية بالخطر زي ما ممكن نتخيل. أبحاث كتير أثبتت إن كتير منهم بيكونوا فعليا أدق في تقدير المخاطر من غيرهم، لكن الفرق إن جسمهم بيحتاج مستوى إثارة أعلى عشان يحس بنفس المتعة اللي شخص تاني بيحسها من موقف أبسط بكتير. وده بيفسر ليه في ناس بتحب تتفرج على المباريات المتوترة جدا وتختار القعدة في وسط الزحمة، بينما ناس تانية بتفضل تتفرج بهدوء لوحدها، مش لأن حد فيهم مش بيحب الكورة، لكن لأن مستوى الإثارة اللي كل واحد فيهم محتاجه مختلف عن التاني. وده كمان بيفسر ليه بعض الناس بعد لحظة حماس قوية زي هدف آخر دقيقة بيحسوا برغبة إنهم يكملوا الإحساس ده بطريقة أو بأخرى، زي إنهم يتكلموا عن الموقف كتير أو يتفرجوا على إعادة الهدف عشرات المرات، لأن جزء من دماغهم بيحاول يمد فترة إفراز الدوبامين لأطول وقت ممكن. يعني في الآخر اللحظة اللي بتحس فيها إن قلبك واقف وبعدين بينفجر فرح مع هدف في آخر دقيقة مش مجرد إحساس عابر، دي نتيجة تفاعل معقد بين هرمونات التوتر والمكافأة، وبين طريقة اشتغال دماغك مع المفاجآت وكسر التوقعات، وبين قوة التفاعل الجماعي مع ناس حواليك في نفس اللحظة. فالمرة الجاية اللي هتحس فيها بالإحساس ده، اعرف إن جسمك بيمر بتجربة كيميائية حقيقية موثقة علميا، مش بس مبالغة في رد الفعل. وده جزء من السبب إن كرة القدم قادرة توحد ملايين الناس في نفس اللحظة بإحساس واحد من غير ما يكون بينهم أي كلمة اتقالت. قولي في الكومنتات إيه أقوى هدف آخر دقيقة فاكره لحد دلوقتي، وإحساسك كان عامل إيه في اللحظة دي.